أول ما هنبدأ بالكلام، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الأول أنا بشكر كل اللي سأل عليا وبشكر لأني كنت تعبانة شوية بصراحة، وكان ضغطي واطي ومش كنت عارفة أتحرك ولا أقوم من مكاني، وربنا يشفي كل مريض يا رب. بشكر كل المشتركين اللي معايا في القناة اللي نوروني من برا مصر ومن داخل مصر. وهنبدأ النهاردة بقى هنعمل لانشون فراخ. ده صدر فرخة واحد حوالي 350 جرام كده. والمكونات قدامكم، دي توابل وحبة قرفة بسيطة شعراية. انا كتر مني بصراحة الفلفل الاسود، يعني عشان يبقى المصداقية تتقال كتر مني شوية، فانتوا قللوا. انا حطيت نص معلقة، انتوا حطوا يعني يا دوبك شعراية او ربع، اقل من ربع شوية. نص كوبايه ميه فيها مكعبين تلج، 3/4 كوبايه نشا، مكعبات مرق الدجاج وملح وفلفل زي ما انا قلت لكم، وشعريه قرفه بسيطه. هتفرمي في الكبه او كبه الخلاط يعني، او لو مش عندك كبه الخلاط ولو دقيتي اللحمه كده في الهون مثلا هتنعم معاكي برضو. وبعد كده بتنزلي بالمكونات اللي هي الجافه، ممكن تحطيهم على الميه، يعني تدوبي النشا مع الميه مع البهارات، وممكن تنزلي زي ما انا نزلت على اللحمه بعد ما اتضربت. هي اللحمه اتضربت معايا فانا نزلت بالميه وراها على طول، زي ما انت شايفه كده في الفيديو. هي بصي كانت ناعمه برضو، يعني ناعمه، بس انا قلت ايه احط عليها بقى الميه تكمل نعومه اكتر. وبعد كده نزلت بالبهارات والنشا. هو في معلقتين زيت او 3 معالق مش مليانين، انا بصراحه نسيت احطهم في الاول، يعني نسيت احطهم في المعيار. طالما الواحد مش يعني المفروض الواحد يحط المكونات بصراحه كلها مره واحده عشان مش ينسى. فانا قلت خليهم بحطهم كده على طول بالمعلقه، فنسيتهم بعد ما عملت الرول. فكيته تاني ورجعت رديته تاني في الكبه تاني. انا بقول اللي حصل معايا عشان ايه دي امانه، يعني برضو الواحد يقول لي واللي عليه. فانا لما كنت عامله رول كنت حاطه فلفل خرز، يعني فلفل حب. فلما جيت ضربتها تاني في الخلاط، ما انا مش عرفت اشيل الفلفل بقى من جوه، فغمق سنه برضو معايا، يعني اما جيت اضربها تاني عشان احط الزيت غمق. فانا بقول اللي ليا واللي عليه عشان ربنا مش هيحاسبني يعني. بس هي حلوه وجميله، يعني طريه ومرنه وكل حاجه، وطعمها فراخ فعلا بجد. ده أنا مره جبتها من بره، كانت نودي عماله تقول لي نفسي اكل لانشون فراخ. والله العظيم استغفر الله العظيم يا رب مش حلو. زي ما انتم شايفين كده بقى، يعني بعد ما لفيتها كده فضيتها، رجعت بقى عملتها تاني. فانتوا بتلفوا رول بقى عادي، نلف الرول العادي لفتين كده ورا بعض زي بالاسترتش عكس بعض، يعني زي اتجاه عرق الساعه كده. يعني عملت مره بالطول ومره بالعرض. بعد كده برضو الاسترتش برضو كده، قصدي الورق الالومنيوم. زي ما انتوا بس كل حاجه كانت مضايقاني بصراحه، الاسترتش عمال يكبش كده ومضايقني. زي ما انتوا شايفين هتلفوه كده زي البونبونايه كده، من الجنب ده ومن الجنب ده، وكل ما تلف هو هي هيضيق معاك مسام اللانشون، يعني مش هيخليه مثلا بتاع ده، يعني مش هيخلي فيه هوا وفراغات كده يبقى عايم لا جوه. لا بصي ما شاء الله. برضو حطيت تاني زي ما قلت لكم طول وعرض، يعني حسب ما انتوا بقى شايفين قدامكم حاجتكم مظبوطه اعملوا. افرض مش عندك الحاجات دي كلها، اعملي في كيس مكرونه، في كيس حراري، مش هيقول لا والله. لو مش عندك ألمونيا ومش عندك الاسترتشات والحاجات دي، بس الحاجات دي عادت متاحه، بس افرض يعني مش تحت ايدك يعني، فمش تقف عند حاجه معينه. ما شاء الله كان جميل. ده بقى يعني حله فيها ميه مغليه وحطيت عليها طاجن صغير كده وحطيته عليها، خدت منه ربع ساعه بالظبط.
بص الميه كانت بتغلي كده في الجناب زي بعيد عنها خالص، يعني هي استوت ما شاء الله. لا حاجات حاجات معجونه، يعني معجونه زي البيوريه كده خالص. فبتختبرها بخله كده، وبعدين انت بتتكي على الرول بتلاقيه جمد مش طري، مش حاجه مرنه. بعد كده بتحطيه في التلاجة بعد ما يعني ما بتسيبيه يبرد كده، بتحطيه في التلاجة. هو ما شاء الله كان جميل معايا، بس هو غمق سنه زي ما قلت لكم من الفلفل. عايزين بقى تحطوا لون غذائي براحتكم، عايزين تعملوا لها يعني تدخلوه تحطوا على عنده صويا صوص والحاجات دي تحطوا عليه. انا بصراحه مش كان عندي، فانا هعمله كده الدور ده. ومره تانية اعمله بلون مثلا، احط عليه لون غذائي. بس هو بصراحه بامان الله ريحته جميله وطعمه خرافه، طعمه فراخ فعلا، لانشون فراخ فعلا. انا بحب اقول اللي ليا واللي عليا. انتوا بقى عايزين تلونوه براحتكم، عايزين تدخلوه تحت الشوايه تدخنوه او تدوا له لون كده، او تحطوا عليه كاتشب مثلا وتدخلوه تحت الشوايه، ده برضو حلو يمشي، مش هيقول لا. بس هو كده طعمه جميل جدا والله. اصلا احنا اللي هناكل الحاجه بس لازم اقول إيه يعني عيوبه ومميزاتي. ما اعرفش، انا لازم انتقد نفسي برضو. يعني ما اعرفش اقول يعني اضحك على نفسي وبالكذب كده واقول لا ده الحاجه مظبوط. لا، اصل الحاجه متكلفه برضو وواخده تعب ومجهود. لازم الواحد يقول يعني ايه الحلو والوحش زي ما بقول. فهو ما شاء الله كان جميل، بس زي ما قلت لكم ان هو الفلفل اغمق سنه، وريحته فراخ فعلا وطعمه حلو ومرن كده وجميل. اهم حاجه برضو تكون السكينه معاكم رفيعه، او بصي مرن خالص. انا بقى لما كنت حاطه الفلفل الحصى ده، فانا قلت لكم ان انا رجعته عشان كده كنت ناسيه الزيت. فلما الفلفل اتضرب، فالفلفل زاد تاني بقى الحصى اتضرب، في حاجات منه اتضربت، فهو ده اللي غمق. وانتوا برضو ما تكتروش الفلفل. وان شاء الله اعمل لكم برضو اللانشون الاقتصادي برضو، بس يعني في فيديو تاني، عشان يبقى عملت لكم ده وده، عشان في لو حد مش قادر يعني وكده ما نجهدش نفسنا برضو. ورول زي كده كفايه. وكل فتره اعمل برضو، مش على طول برضو، يعني يعني برضو الاسره ما جهدش الاسره. ولايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.